وزيره ديال السويد غلطات واحد النهار وكانت في واحد السوق كتشري مشتريات ديالها احتياجات ديالها، وغلطات باش تخلص واحد الطرف ديال الشكلاط خلصاتو بالبطاقه المهنيه ديالها اللي عاطينها كوزيره اللي تصرف بها او تؤدي بها الامور اللي كتدخل في اختصاصاتها وفي مهامها وفي مسؤوليتها، واللي طبعا كتكون في اطار التدبير ديال الصالح العام، اللي مصاريف من اجل الصالح العام والمصلحه العامه. غلطات واستعملت هذه البطاقه، فقط اللي استعمل البطاقه الشخصيه ديالها استعملت البطاقه، خرجت من ساقط الصحافه ساقط الخبر ونشرت الخبر، ما انتظرت شي واحد يغوت عليها ولا انتظرت الناس يحتجوا عليها، كانت مقدمه نفسها باش تشتغل من اجل الصالح العام، لقات راسها ماشي اهل، غلطات غلط ما سمحش لنفسها، حطت الاستقاله ديالها. حنا عندنا احزاب برلمانيين منتخبين رؤساء الجماعات الى اخره، مئات اليوم متابعين ومعتقلين في الجمع، في المجموع بين العدد بالمئات مما هو معتقل ومما هو محكوم عليه حكم ليس بعد نهائيا او متهم يعني متابع وما تحتش الاستقاله. شوف ماشي غلطه، هذا سقط تحت طائله القانون الجنائي، اي متابع، وما تهضرش على اللي مشبوه فيه، هادو متابعين. وكاين ناس مسؤولين ايضا اللي فشلوا في المهام ديالهم، وفشل مور فشل، فشل مور فشل. كي غادي نديرو نعبرو، كي تنديرو نوزنو ونضبطو نقولوا واش مسؤول فشل ولا ما فشلش. ملي كنشوف المعيشه ديال المواطن، ملي كنشوف التعامل ديالو مع الاداره وتعامل الاداره معاه، ملي كنشوف الغلاء اللي كاين في المعيشه، ملي كنشوف البنزين الثمن ديالو لحد الان، حتى شي واحد من الناس اللي مختصين انا ما فهمش فهادشي ديال البنزين، وما بغيتش نفهم، حيت كل ما كنفهم كنكون تعس اكثر وحزين اكثر ومصدوم اكثر. لكن داكشي اللي غيزعزع لي الحب ديالي اللي كاين لبلادي بحال كنهرب منه. ملي كنشوفوا الطرق ديالنا كيفاش دايره والضحايا اللي كاينين سنويا ب 4000 و 5000 ضحيه سنويا اللي كتموت في حوادث السير، ملي كنشوفوا المواطنين ديالنا اللي كيعانيو ملي تيكونوا على برا وتيوقعوا لهم مشاكل اللي ما كنهتموش بهم، ملي كنشوفوا الحجاج ديالنا كيتنصب عليهم، ملي كنشوفوا المدارس ديالنا معطله، ملي كنشوفوا النتائج ديال المدرسه ديالنا نتائج معطوبه مبتوره، ملي كنشوفوا البطاله عندنا 13.7 ويمكن دابا حنا وصلنا ل 14% بطاله، ملي كنعرفوا رقم بانه 4 مليون ديال الشباب ما عنده كرسي لا في المدرسه ولا عنده منصب عمل، 4 مليون في الشارع في المقاهي، ملي كنشوفوا الناس كيفاش تعاني من اجل الحصول على السكن، ملي كنشوفوا مشروع قدو قداش حلم ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه كي يتعثر بهذه الطريقه حتى بدا يفقد المصداقيه ديالو، حتى الناس طابوا. لاحظنا بان الناس ما بقاوش يهضروا على المؤشر، صافي فقدوا الثقه، المؤشر طالع المؤشر هابط، عاشوا واحد الكوابيس لايام لم اقل لشهور، طابوا ما بقاش يهمه، صافي عرف بانه الى اخذ الدعم مره او مرتين وحيدوا له الخطره الثالثه عيا غوت شكا ما كاينش مع من يتكلم. ملي كنشوفوا هذه الامور هذه كلها ولا واحد من المسؤولين حط الاستقاله ديالو، ولا واحد قول انا فشلت، حيت راه ماشي عيب نفشلوا. انسان تيدخل بحسن نيه باغي يخدم بلادو
باغي يحقق واحد الاهداف، باغي ينزل واحد السياسه ملكيه، باغي ينفذ مشاريع مهمه جدا تعود بالخير على الشعب المغربي وعلى المملكه المغربيه، لكن لقى راسو بان ما وصلش لهذوك النتائج. طبعا كاين هناك مشاريع اللي النتائج ما يمكنلاش تبان دابا، غتبان من بعد، لكن ما يمكنش تقول لي ناس اغنياء في بلادنا يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا وتعاسة وبؤسا وحزنا وشكاية وعذاب وآلام، يتألمون كل يوم، ومع ذلك ما لقاوش شي واحد تحت الاستقالة، ولا واحد يقول أنا ماشي أهل هذه المسؤولية، أنا كانت النية ديالي حسنة، تقدمت، اشتغلت، الحمد لله، كانت عندي ثقة ديال المسؤولين ديالي وديال الشعب المغربي، انا كمنتخب انتخبوا عليا، ولكن للاسف انا ما كنتش في المستوى، جهدي راني درتو، انا ما يمكنليش نزيد نكمل، ما يمكنليش نزيد نكمل، لان ما تتبانليش بوادر نجاح، ما تتبانليش بوادر ديال الامل ان الامور تحسن، ومازال متثبت كيعاين حتى تسالي الولايه ديالو وحتى يسالي كل شيء. علاش؟ الى حيت اذا كنت انا كنشتغل من اجل المصلحه العامه، منين نشوف المصلحه العامه ما قدمته من عمل ليس بالعمل الناجع، وما ما بليش، ما ترجمش في الواقع بتحسن المعيشة ديال المواطن المغربي، بتحسن وضعيته وتعامله مع الإدارة، تعامله مع العدل، مع المحاكم، تعامله مع تعامله مع الاقتصاد، مع الشؤون الاجتماعية، مع المدارس، مع الطب، مع المنظومة الصحية. هادشي كلهم اللي تنشوف بانني نقول لهم سمحوا لي الله يجازيكم بخير، انا ما يمكنليش نستمر، انا حط الاستقالة ديالي ونخرج وانا معزز وبلا ما ينعتوا فيا وبلا ما يشتموا فيا وبلا ما يقولوا عليا ما درت ما فعلت ما تركت. واش كاين اذن ملي كنقول بانه ما كيحطش الاستقاله، اذا الهاجس ديالو ما غاديش يكون هو الصالح العام، حيت بين الصالح العام ما فيش شي حاجه ايجابيه، ما حققش شي حاجه ايجابيه، اذا وهو مازال مستمر، فيعني راه عنده شي حاجه اللي نجح فيها. واش اللي نجح فيه هو الصالح الخاص، هي المصلحه الخاصه، غادي مزيان فيها. علاش بقى؟ علاش يبقى؟ علاش ما يحطش الاستقاله؟ عندنا الاستقاله غير في القطاع الخاص، وعندنا الفصل غير في القطاع الخاص، اللي دار شي غلطه كنفصلوه. ايوا المسؤولين، وراه ما عندناش غير رؤساء الجماعات. انا تلفت بالحساب وتلفت في الاسماء وتلفت في المناصب اللي دابا اللي هي متابعه مشبوه فيها، متابعه محاكمه، تم التوقيف ديالهم الى اخره، ولكن ما كاينش غير غير رؤساء الجماعات، وراه ما كاينش غير بعض البرلمانيين، كاين وزراء، كاين ولاة، كاين عمال. على هادو ما كيديروا حتى شي حاجه، هادو كلهم مزيانين ما فيهم حتى شي. راه ما يمكنش تكونوا عندنا التوقيفات هذه كلها وناس مسؤولين اكثر منهم ما عندهمش مشاكل وما كاينش مؤاخذات عليهم، ما يمكنش. فعلى الاقل الا ما وصلناش اننا نتخذوا قرارات ديال العزل، على الاقل هاد الناس يكون فيهم شي شويه ديال النفس ويخرجوا ويقولوا حنا كنقدموا الاستقاله ديالنا. ما عرفتش علاش هاد المساله ديال الاستقاله، ثقافه الاستقاله في المسؤولين ما عندناش. التاريخ يشهد على ذلك، التاريخ يمكن نكونوا عشنا شي استقاله او اثنين او اثنتين او ثلاثه في التاريخ ديالنا. ف زعما في الحقيقه هذا السؤال انا كنطرحه باش الناس اللي يجلسوا يشوفوا راسهم في المرايه شي شويه ويديروا الحاصله ديالهم ويقول انا فين غادي، فين غادي. راه ماشي عيب الانسان يستقل. وعلى اي حنا تنهضروا كيف موالفين غير تنقولوا، وما الله يحسن عونهم هاد المسؤولين. المسؤوليه ماشي سهله في هاد الظروف، ماشي سهله، القرارات ديالهم ماشي سهله، تنزيل المشاريع ليس بالسهل، انا متاكد من هادشي كله. لكن راه غادي يفوجوا علينا شي شويه الا حطوا شي مسؤولين الاستقاله ديالهم، والله الا غيفوجوا علينا وغادي يفرحونا وغادي نحترموهم اكثر. غيكون احترام ديال الشعب المغربي، غيحترموا المسؤول اللي كيحط الاستقاله ديالو، وخليو فرصه ونبدلوا نيه الاسماء ونبدلوا الاوجه ويخلق عاوتاني عندنا امل ونفس جديد ونقولوا يمكن يكون هناك تغيير. فهنا الحزاب خصها تقوم بالدور ديالها، خصها لازم تقوم بالدور ديالها. ملي تيكون حزب مقدم واحد الوزير ولا جوج ولا ثلاثه وتنشوفوا بانه تيخص
يقول له حبس اسيدي، حنا راه ما يمكنناش نكملوا في هذا العمل، لان خصنا شي حاجه اللي نفيدوا بها هاد الناس ونشوفوا هاد المشاريع ديالنا كتنزل ونشوفوا ايجابيات كتسجل يوميا. ف ملي كنشد المثل او المثال ديال التعليم اللي ما عمرها تصرت لي، هذه حتى نموت ان شاء الله، نموت وتبقى في الغصه عندي وقفه ديال التعليم اللي توقف 3 شهور وما كايناش المحاسبه. والطلبه ديال الطب والصيدله اللي ما قراوش 6 شهور او 7 شهور وكيناشدوهم باش يدوزوا الامتحانات، هما ما قراوش، باش نقولوا العام مزيان الحمد لله، هما دخلوا ينجحوا، هما دخلوا يدوزوا الامتحانات ويمكن ننجحوهم بحال اللي نجحنا الناس ديال البكالوريا اللي ما قراوش 3 شهور والزايد. ففين غادي نمشيو في بهاد المسؤوليه، هاد ثقافه ما عرفتش ما نسميها نفاق ولا انانيه ولا لا مسؤوليه ولا استخفاف ولا التقصير ولا اللامبالاه ولا الاحتقار ولا التقليل ولا عدم الاهتمام بالشؤون ديال المواطنين. ما عرفتش الطلبه ما يقراوش 7 شهور وما تكونش الاستقاله وما تكونش محاسبه، وندوزو شهر 8 وندخلوا ان شاء الله شهر 9 وبداو الامور الحمد لله وحنا لقينا حل. ايوا وديك 7 شهور انا النداء ديالي لبعض المسؤولين اللي عندهم ضمير واللي عندهم خاصه عزه نفس. انا كيسحابكم شي واحد غادي يقول لكم علاش استقلتوا، راه داك الشيء كان قديم، شحال هادي كيقولوا راه ما يقدرش الوزير يحط الاستقاله ديالو، لا غير يحط الاستقاله ديالك، راهم كلشي يحترمك، الا حطيتي الاستقاله راه ماشي قلتي لهذاك اللي عينك تما ولا عطاك المسؤوليه ولا تاق فيك، لا كباس تقول له راني ما لقيت راسي بانني ماشي في المستوى. يدير المحاوله، ولا هما اصروا وشافوا بان البرنامج ديالك واعد وممكن يعطي نتائج، غير دابا ما شفناش نتائج، وغير دابا كاين تعثرات، وغير دابا كاين مشاكل، ويمكن كاين عناصر اخرى داخله في هذا اللي حنا ما تنتحكموش فيها وتنقولوا لا خصنا نقاوموا، راهو كان، ولكن غير يكون واحد الالتزام، اما باش ترهنوا لنا المستقبل ديالنا وتحاصروا حتى الامال، تحاصروه وتصادروا لنا الحاضر ديالنا ونعيشوا حنا مأزمين فوق ما نسمعوا الصحافه، فوق ما نقراو صحافه ورقيه ولا الكترونيه، تم اعتقال، تم توقيف، هناك متابعه، هنا ويلي واش هاد الناس كلهم ما يمكنش. هادشي راه خصو اعاده نظر جذريه، هادشي خصو يتعاود فيه النظر. راه كنلقاو خطره واحد راه ما في راسكش، دابا ما بقيناش نعقلوا، بقوت العدد ديال الناس اللي هما متابعين واللي هما توقفوا واللي هما تعزلوا واللي هما، لكن راه ما كاينش غير داك الناس، راه كاين ناس اخرين. اذن راه الا كنا غادي نديروا، كاين واحد جوج ديال الاستثناءات، وكاين شي وزراء ما كنشوفوهمش كاع، ما كنشوفوا لا نتائج العمل ديالهم، لا برامجهم، لا التواصل ديالهم، في حين انه القطاعات ديالهم كتعاني. مثل نهضر على التضامن والاسره وذوي الاحتياجات الخاصه، بغيت نشوف شي برامج بالملموس، نشوف تحسن ديال ما كاينش. كاين بزاف ديال الوزارات اللي ما شفنا لهمش، يعني كيدوزوا بحال ما دازوش، سالي الويلي ديالهم ويمشيو ويجي واحد اخر وما كاين حتى شي حاجه، ما كاينش التحسن، ما كاينش التغيير، وما كاينش الجرأه ديال التغيير. جالسين، انا عاجبني غير المنصب، بارك عليا غير المنصب. فهادشي راه خصو يتغير، خصنا نعيدوا النظر في هذه الثقافه ديالنا وتكون عندنا جرأه. كيف تقدمت الانتخابات ولقيت راسي ماشي في المستوى نحط الاستقاله، وكيف كانت الثقه ديال الناس اللي مسؤولين اكثر مني وداروا فيها الثقه، نشوف راسي ما بقيتش انا في المستوى، نقول لهم ها الاستقاله ديالي. كاين جوج ديال الوزارات باستثناء جوج ديال الوزارات اللي كنشوفوهم طالعين هابطين خدامين، والتواصل وكل شيء خدام وكل شيء كيشوف النتائج ملموسه وكل شيء كيشوف جوج. ويلي هذوك يقدروا الاخرين خدامين في الخفاء ما كنشوفوش. خصنا نشوفوا النتائج، خصنا نشوفوا بالمشنوق. لكن ملي كيطلعوا للبرلمان وكيعطيو ارقام، ابراهيم لا الارقام جميله في نقاش اكثر، ما بقاش الوقت. الارقام جميله جدا الارقام، لكن الواقع حنا ما كنلمسوش هذا الشيء هذا، حتى نبقاو نشكوا في هذوك الارقام.
راه خصني بالملموس نشوف انا تحسنات المعيشه ديال المواطن المغربي في اي مجال مشينا. فين دابا الناس تهضر لي على المنظومه الصحيه، وريني التحسن كيف المنظومه الصحيه. كاين مستشفيات هما كبار وعندنا الاجهزه ديالهم، وفين الموارد اللي غتشتغل فيهم؟ الموارد الطريقه باش غادي نعالجوها هي نهبطوا ب7 سنين ديال الطب ديال الدراسات ل6 سنين، هذا هو باش غادي نعالجوها. فاصل دكتور. وثم عندنا الوزارات اللي كاينين اللي كنقول لك انا موجودين ويحترما، هي وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه.